اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. بمناسبه عرض فيلم فانتاستيك فور، النهارده احنا هنستغل الفرصه ونتكلم على فرانكلين ريتشاردز في الكوميكس، ناخد فكره عنه عن قدراته. فرانكلين ريتشاردز هو شخصيه تبع مارفل كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر اغسطس سنه 1968. الكلام ده كان في العدد رقم 6 من سلسله الكوميكس فانتاستيك فور انيوال على ايد العظماء ستان لي وجاك كيربي. هو ابن مستر فانتاستيك ريد ريتشاردز وانفيزبل وومن سو ستورم، اللي كانوا اكتسبوا قدراتهم عن طريق التعرض لإشعاع كوني. الولادة كانت صعبة جدا. المربية بتاعته بتكون أجاسا هاركنس، بيتقال إن هو ميوتنت وابتدى يظهر قدرات من وهو صغير عكس باقي الميوتنتس. بيساعد الفريق في التغلب على فرايتفول فور. بعد كده بيتقال إن قدراته النفسية هتزيد جدا مع الوقت مع تقدمه في العمر. بس بنشوف إن في واحد اسمه أنايهايلس ده بيمسكه يحطه في جهاز، ده بيخليه يوصل لأقصى إمكانياته في سن صغير، وعلشان هو طفل مش بيعرف يتحكم في قدراته كان على وشك إبادة جميع أشكال الحياة في كوكب الأرض، فأبوه بيبقى مضطر إن هو يحطه في غيبوبة صناعية وبيقضي فيها شهور كتيرة لغاية لما ألتروم بيعمل هجوم. هو بيصحى وبيتغلب عليه. الطاقة النفسية بتاعته بعد كده بترجع للمستوى القديم. بعد كده بيستخدم قدراته ان هو يكبر نفسه في السن، ابتدى يعرف باسم افاتار. كان بيستخدم قدراته لأقصى حد، وبيعرف ان هو يفتقر للنضج الكافي لاستخدام القدرات دي. بيرجع نفسه تاني طفل وبيحط في ذهنه موانع عقلية تمنعه من استخدام قدراته الكاملة لغاية لما يوصل للنضج الكافي. بنشوف بعد كده ان السيمبيوت فينوم بيحاول يسيطر عليه، والموضوع ده بيفشل بمساعدة سبايدر مان بالإضافة لأبوه. هو بعد كده ابتدى يشوف خطوط زمنية لكذا مستقبل بديل، ومن غير علم أبوه وأمه بينضم لفريق الأطفال باور باك بيسمي نفسه تاتل تيل. بعد كده جده بيخطفه من التايم لاين، بيقول ان وجودك في التايم لاين الحالي هيؤدي لتدميره. بيوديه المستقبل، بيقضي سنين في تدريبه ان هو يعرف يتقن قدراته وان هو يبقى محارب. بعد كده هو بيسافر عبر الزمن الى الماضي بعد دقايق من اختفائه كمراهق، بيسمي نفسه سايلورد. بعد كده النسخة دي بتتشال من الخط الزمني وبيرجع الطفل الصغير. اونسلوت بيحاول يسيطر عليه عشان يستخدم قدراته في التلاعب بالواقع، بس الافينجرز وفانتاستيك فور بيتصدوا له وبيختفوا. الناس بتفتكر ان الابطال دول ماتوا، بس بيطلع ان فرانكلين كان عمل بوكيت يونيفرس وادى الابطال دول هناك، ودلوقتي عايشين حياة جديدة مختلفة كلية من غير ذكريات. بس هما بعد كده بيرجعوا. بعد كده امه بتبقى حامل من جديد، بس المرة دي في اخته فاليريا. الحمل كان صعب جدا. مستر فانتاستيك بيفشل في انقاذ بنته. فرانكلين بيكتئب جدا، فبيستخدم قدراته ان هو ينقل اخته لواقع بديل. بعد كده بتعمل مغامرات كتيرة وبتكبر هناك. هو بعد كده بيرجعها للرحم بتاع امه. الموضوع غريب، بس ما تنساش الواد عنده قدرات التلاعب بالواقع. هو بعد كده بيعرف يرجع جالاكتوس تاني على قيد الحياة عشان يحارب أبراكسيس. بيفقد قدراته وبيبقى طفل طبيعي خالص. أخته بعد كده بتتولد تاني للمرة التانية. وفي سيكريت انفيجن بنشوف ان في واحده من السكرالز بتتنكر على شكل امه، بتودي باكستر بيلدينج كلها للنيجاتيف زون. هما بعد كده بيرجعوا وبنشوف ان فرانكلين بيبدي علامات ان هو قدراته ممكن تكون رجعت له. بيجي له نسخه من المستقبل بتقول له انت لازم تفتكر انت مين كويس. هو بعد كده بيخلق كون صغير وبيساعد نسخه مستقبليه ليه في محاربه المات سيلاستيالز، وبيتغلبوا عليها وبيعرفوا يعالجوا جالاكتوس. هو بعد كده بيموت بسبب الانكرجنز اللي بتحصل بسبب موت السيفنز كوزموس. ابوه بينجو، وبعد 8 سنين باستخدام قوة البيوندرز اللي بيديها له موليكيول مان اللي كان اخدها من دكتور دوم، هو بينجح في اعادة عيلته على قيد الحياة. وهم بيعملوا الاتريشن التامنة من الكون اللي تعرف باسم الايتس كوزموس. بيروح بعد كده جزيرة كاراكوا اللي هي أمة الميوتنتس، بيقضي وقت هناك. وبعد كده بيحط موانع عقلية جديدة على ذهنه ان هو ما يعرفش يستخدم قدراته غير يوم واحد كل سنة، وبيوهم نفسه والآخرين ان هو عمره ما كان ميوتنت. والعضوية بتاعته بعد كده في كاراكوا بتتسحب. هو قوي جدا جدا. ليه نسخة مستقبلية بيخلي جالاكتوس هو المبعوث بتاعه. اتقال ان هو هيعيش مليارات السنين وهيبقى الشخص الوحيد اللي هينجو من موت الايتس كوزموس، وهيعبر للناينز كوزموس ويبقى ملتهم العوالم الجديد. احنا دلوقتي هنتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو ميوتنت بقدرات هائلة في التلاعب بالواقع. قوته تتجاوز الميوتنتس المتصنفين اوميجا ليفل اللي هم المفروض اقوى حاجه. القدره على التحريك من بعض، التحكم العقلي، التليبورتيشن، التلاعب بالطاقه والماده. عرف يأذي ميفيستو، عرف يدمر السيلاستيالز.
قوة الخلق عنده تعادل قوة خلق السيلاستيالز، بيعرف يخلق أكوان كاملة بجميع أشكال الحياة فيها، بيعرف يدمر الثقوب السوداء ويعرف يوقف موت ودمار الكون. النسخة الكبيرة منه اتقال عنها إنها خطر على مستوى الأومنيفيرس، بالإضافة للسفر عبر الزمن، المناعة، الطيران، الإسقاط النجمي. نقاط ضعفه هو اللي عاملها لنفسه، زي الموانع العقلية اللي عاملها على ذهنه إن هو ما يعرفش يستخدم قدراته غير يوم كل سنة عشان يستمتع بطفولته. لذا هو قوي جدا بافتراء وقدراته ملهاش آخر. لذا نيجي للسؤال المهم، هل هو أقوى واحد في عالم مارفل بعد ذا وان أباف أول؟ في كتير بيعتبروه كده، أنا منهم. يعني ركز معايا، الراجل ده هيبقى آخر واحد عايش في الكوزموس الحالي، ومش بس كده، ده هيعبر للكوزموس الجديد في وقت القوى الكونية ذات نفسها ميتة. لذا طبعا مستوى قوة مخيف، أنا مش شايف أي حد أقوى من كده غير ذا وان اباف اول. حتى البيوندر بمستوى قوته الحالي اضعف منه بكتير. بالنسبه لظهوره في الاعمال الفنيه، فهو ظهر في مسلسل الانيميشن ذا سوبر هيرو سكواد شو، وظهر في عالم مارفل السينمائي الام سي يو في فيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس اللي بيتعرض دلوقتي في السينما. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن فرانكلين ريتشاردز في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس، انت كنت تسمع عن الشخصيه دي قبل كده ولا لا؟ ايه رايك في مستوى قوتها؟ متفق معايا ان هو تاني اقوى واحد في عالم مارفل بعد ذا وان اباف اول، ولا عندك راي تاني؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.